كنا في حلقة إيزيس وأوزوريس اتكلمنا عن بداية الخلق عند المصري القديم. وطبعا المصري القديم كان رجل عقلاني يفكر بشكل ممنهج بطريقة كويسة يعني، وزي ما كان شايف إن في بداية كان برضو شايف إن أكيد في نهاية لحياته على الأرض. يعني هو طبعا بيؤمن بما بعد الحياة والبعث unlimited إلى ما لا نهاية، ولكن هو يؤمن إن في نهاية لحياته على الأرض، ونهاية حياته هو بيرسونالي على الأرض، وفي نهاية عامة لكل البشر، نهاية الخليقة يعني. فالنهاردة هنحكي عن نهاية البشر والخليقة في المعتقد المصري القديم، المعتقدات المصرية القديمة، عشان هم معتقدات كتير. معتقدات كتير جدا. ماشي، احنا هنتكلم النهارده عن أسطورة فناء البشر أو إنقاذ البشر. وهي مش بتتكلم عن يعني إيه، عن الفناء اللي في الآخر، بتتكلم عن حدث سبق وفي فناء للبشر. يعني احنا اتكلمنا عن زي ما انت قلت في حلقة إيزيس وأوزوريس، يعني نقول للناس يدخلوا يشوفوها، أعتقد كانت حلقة كويسة، عن نظريات خلق الكون عند المصريين القدماء. بنقل كلامك، أنا آسف. أنا لسه قايل الكلام ده دلوقتي. لكن يعني إيه، في نمط شائع كده، أنا عايز آخد جانب عشان أقول حكاية النمط الشائع. في نمط شائع عندنا في معظم الحضارات القديمة والثقافات الكبرى والأديان، إن كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الكون أصلا، ثم كيف ظهر الإنسان على الأرض. وبعد ما ظهر الإنسان على الأرض بنبدأ على طول، مش على طول مباشرة، يعني تبقى في قصة خلق الكون، قصة بداية الإنسان على الأرض، ثم شوية أحداث كده الإنسان عملها كلها خطايا في خطايا وإثم وجرائم، فبتحل عليه لعنة الإله، عقاب الإله، غضب الإله، أيا كان. في المعتقدات الدينية الخاصة بينا إحنا يعني إيه بشر حاليين، سواء في اليهودية أو المسيحية أو الإسلام، كان طبعا هو طوفان نوح. طوفان نوح اللي جه عقاب من الله لخطايا البشر و لكن العقاب ده كان فيه إنقاذ كمان، لأن البشرية لم تنقرض وخرج من يعني إيه، من صلب الناجون البشرية الجديدة اللي هو احنا بقى المفروض يعني. احنا الكويسين. احنا الكويسين اللي قبل نوح كانوا عاملين ازاي؟ مش عارف بقى، نشوف بقى ايه. ان شاء الله عايزين نعمل حلقة عن نوح كمان. في الحكاية دي كانت طبعا موجودة، هي نمط شائع. يعني عندنا المفكر الانجليزي الرهيب جوزيف كامبل في كتابه الرائع البطل بألف وجه، بيتكلم كده، عنده فكرة أساسية ان القصص المؤسسة لجميع الحضارات تتشابه، مش لازم في التفاصيل لكن في الخط العام. يعني هنلاقي عن معظم الناس عندها نفس الأفكار بشكل عام يعني. جميل. فعندنا زي ما احنا قلنا في الثقافة بتاعتنا، عندنا نوح، الطوفان، الغرق بسبب غضب الإله من البشر، لكن بيحصل الإنقاذ. يعني ده بيكون بقى زي كأنه إيه، نذير للبشر، إن انتوا شفتوا بسبب خطاياكم تعرضتوا للهلاك، لكن برحمة الإله في الآخر بيتم إنقاذكم مرة أخرى. أوكي. ده حصل برضو في الثقافة المصرية القديمة. الثقافة المصرية القديمة، لكن الثقافة المصرية القديمة ما كانش عندها نسخة الطوفان زي ما كان موجود في بابل وسومر مثلا وبلاد كتير جدا. مش عايزين ندخل في قصة الطوفان لأن هي كانت منتشرة في ثقافات وحضارات كتير قديمة، لكن ما كانتش موجودة في مصر. موجودة في مصر عندنا قصة كده بنقدر نعرفها من نصوص اسمها، بيسموها ساعات كتاب البقرة السماوية أو البقرة المقدسة. البقرة السماوية أو البقرة المقدسة ديت كتاب لقيناه ناقص، أجزاء منه ناقصة في أكتر من مقبرة ملكية للملوك مصر القدماء، زي توت عنخ آمون، زي رمسيس الأول، رمسيس الثاني، وسيتي الأول. وبيحكي لنا النص ده عن فترة الإله رع كملك لمصر. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ازاي اصلا رع خلق العالم ونظريات الخلق والكلام ده. فحسب المعتقد المصري القديم، رع حكم العالم، والعالم هنا اللي هو ايه بقى؟ مصر بالنسبة لهم كانت العالم كله. لقد ايه بقى حكم رع؟ لآلاف لا تحصى من السنين. بعد ما خلق البشر من دموعه، اتكلمنا عليها برضو المرة اللي فاتت، حكم المنطقة ديت لآلاف لا تحصى من السنين، 20 100 مليون ما نعرفش، بس أكنه ظهر يعني زي ما بنقول باللغة العربية. وكان حكم مليء بالعدل وبالحكمة وبالرحمة، وحمى البشر من كل شر، يعني إيه كإله يحكم يعني. لكن بسبب إن الإله
رع تجسد في صورة إنسان بشري من أهل الأرض، جرى عليه ما يجرى على الإنسان من شيخوخة وعجز وتعب وإرهاق، وفي فترة من الفترات بدأ يظهر عليه ملامح الشيخوخة، فهنلاقي إن هو تجعد، بدأ يحصل له ضعف ووهن في بعض يعني حواسه وهكذا يعني. وبيقولوا دي حاجة غريبة كده مش موجودة يعني، خلينا نقول بس النص البقرة السماوية ده والبقرة المقدسة احنا لقينا مقتطفات منه هنا، مقتطفات منه هنا، مقتطفات منه هنا، حتى لما جمعناهم مش بالترتيب يعني في فجوات كتير يعني. لكن بنلاقي مثلا ان في بعض النصوص بيوصفوا رع بعد ما عجز ان جسده تحول الى ذهب واعضاؤه الى فضة وشعره الى لازورد. في نفس الفترة دي المصريين بقى كناس عادية بأعمار بشرية عادية قاعدين تحت حكم رع يعني مئات الأجيال بقى، اللي هو بيحكم بقاله أعداد لا تحصى من آلاف السنين، فمئات الأجيال اتولدت وعاشت وماتت هي وأهاليها وأسلافها تحت حكم رع. ومع ضعف رع وإن هو كبر بدأ بعض الناس تشكك في قدرته على الحكم، وإن هو عجز وأصبح يعني مش بيقدر يعمل مهامه بنجاح. وبدأ بعض من البشر يجتمعوا في اجتماعات يتكلموا في الموضوع ده، يناقشوا طب هنعمل ايه. الموضوع تطور ان بعضهم بقى عايز ان هو ينقلب على رع وهناخد منه الحكم، وان هو خلقنا صحيح وكل حاجة، كان هو عمل الارض للبشر، فهو ماله منا وده عجز وقاعد في حاله بقاله سنين، بقاله آلاف السنين. لكن هم طبعا حسب الأسطورة يعني ما كانوش مدركين ان هو عجز صحيح لكنه ما زال اله، وهو الاله الكبير عنده قدرات كاله يعني. بالظبط. أليست هذه الكونسبت التي استخدمها إخناتون علشان يطلع أتون بدل أمون رع عشان كان معجز؟ بالظبط صح؟ بالظبط. لكن يعني ايه هو هنا في نهاية القصة رع هيعمل ايه؟ ريمونتادا يعني هنشوف هيعمل حركة كده معينة. المفروض ده بقى اللي بيردوا عليه ساعتها بقى لما كانوا بيردوا عليه بتوع رع يعني لا ما هو معجز ما عجزش. فبالظبط حلو قوي الملاحظة دي. فهو بقى بقدراته الإلهية يعني التي لم يفقدها يقدر يسمعهم ويشوفهم، يسمع ويشوف كل المتآمرين ضده واللي عايزين ينقلبوا عليه، ان هو الموضوع مش تحول الى تآمر او كره الحكم، لكن خلاص في خطة يعني بتنفذ للانقلاب عليه. فعمل ايه عم رع؟ بتقول لنا الأسطورة ان هو وقف في قصره وصرخ صرخة مدوية، فبناء على الصرخة ديت كل الآلهة الأخرى سمعت صراخ رع وأتت إلى قصره لترى المصيبة التي حلت به. هم عارفين إن الصرخة ديت ليها دلالة ما، فكلهم راحوا على رع وبيقولوا بقى إيه خير فيه يا رع، إيه اللي حصل؟ أنت قاعد بتصرخ كده ليه؟ كان بيصرخ إزاي رع؟ قعدوا معاه وقال لهم بقى شوية كلمات كده فيها إيه بقى؟ إيموشن. ده راجل إله صايع يعني. هم أول ما دخلوا عليه أصلا الآلهة بصوا له، هم واضح ان هم كانوا آلهة بقى فقاعدين خالدين. فيعني خالدين يعني انا مش لازم اشوفك هتوحشني، مش هشوفك بكره، ممكن اشوفك كمان 2000 سنه عادي يعني عادي. احنا قاعدين هنروح فين يعني. فهم لما شافوه اتخضوا. انت عجزت كده امتى؟ شافوا عليه ملامح العجز. ودي حاجه غريبه ان اله يعجز، حاجه شاذه يعني. فقعدوا وهو بقى متاثر وبيتكلم بالدموع وبيقول لهم من دموع عيني خلقت البشر الفانين، والآن انظروا كيف يردون الجميل ويريدون الإطاحة بي والتفرد بحكم مصر دون خالقهم وربهم العظيم. بيشتكي حاله لزملائه وأخواته من الآلهة. فبيقف نو اسمه كده اللي هو المفروض إله الماء، إله الهوة السحيقة. فاكر الهوة السحيقة اللي اتكلمنا عليها ده اللي طلع منها كل حاجة؟ هو ده. وعشان كده في بعض الآلهة كده في الميثولوجيا المصرية القديمة بيسموها آلهة بدائيين، منهم نو. بدائيين مش معناهم اللي هم وايلد، بدائيين اللي هو اول حاجه ابتدت من الحاجات القديمه جدا. فكان منهم نو. وقف نو بقى اله الهوة السحيقه والماء الازليه اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده، وبقى يتعاطف مع ابنه رع وقال له بقى ايه يا بني لك الحق ان تغضب من اولئك البشر فلترسل عليهم عينك وابنتك حتحور سخمت. سخمت نزلت الملعب. سخمت عليهم. سخمت عليهم. حلوه دي والله. سخمت عليهم فعلا. سخمت دي الالهه في شكل الاسد الانثى اي اللبؤه. نعم.
وسخم. هنا في حاجه غريبه، هنا قال حتحور سخمت. مش سخمت فقط. رغم ان حتحور دي الهه وسخمت دي الهه تانية. حتحور ديت ربة الجمال والخصوبه والموسيقى، وسخمت ديت ربة الاوبئه والطاعون والعواصف. ازاي يعني ايه ابنتك يعني؟ فبقى ايه بقليل كده من البحث يعني لقيت ان سخمت لما بتهدأ تتحول الى حتحور، وحتحور لما بتغضب بتتحول الى سخمت. فهي يعني ايه اتنين لكن واحد، وواحد لكن اتنين، شخصيتين جوزاء. بس هما اتنين مختلفتين. اوكي. لكن مستحيل يبقوا مع بعض، لان ما دام واحد ظهر التاني لازم يمشي. يعني حاجه كده ايه، الاضداد في شيء واحد يعني. في نفس الوقت ان بقى ايه عم نودة الظاهر على صوته قوي وهو بيقول له بقى فلترسل اليهم. سمع المصريين باجتماع الالهه، وعرفوا ان الالهه قاعدين وبيخططوا عشان يحموا رع من الانقلاب المخطط ضده. جميل. فبيحصل ايه بقى؟ هم قاعدين في القصر يسمعوا هرج ومرج في كل مكان، والفوضى بتنتشر في جميع انحاء البلاد، والمصريين عمالين يجروا ان هم قرروا الهروب عشان عارفين ان الالهه مش هتسكت. احنا بننقلب ضد الالهه نفسها يعني. شايفوا الانقلاب ضد الالهه ديت يعني فكره فلسفيه كده، لو كان نيتشه قاعد كان زمانه فرح قوي بيها يعني. هربوا بقى المصريين، معظم المصريين، واضح ان حسب الاسطوره يعني ان معظم المصريين كانوا يعني ايه في المؤامره دي. هربوا الى الصحراء، تركوا وادي النيل بالماء بالخضره بالظلال اللي احنا عايشين فيها الى الصحراء. بس احنا عارفين طبيعه مصر يعني الصحراء قريبه، وقعدوا تحت اشعه الشمس الحارقه وبيحاولوا الاختباء في الجبال والكهوف، بيلاقوا اي نقطه ظل تحميهم من حراره الشمس الحارقه، وكأن الشمس بتنتقم منهم وبتشارك الالهه غضبهم ضد البشر، لان اصلا رع هو رب الشمس. مظبوط. فالموضوع بقى ايه كونفليكت جدا يعني. في نفس الوقت الربه حتحور او عين رع زي ما سماها نون، اللي هي دلوقتي هتظهر في شكل سخمت، اتخذت شكل لبؤة ونفذت كلام ابوها ورع، وقال لها اذهبي وانتقمي من المصريين. وهنا بيبدأ بقى مرحلة العقاب البشري من الآلهة. الآلهة بتعاقب البشر على أفعالهم وخطاياهم وجحودهم. بتعمل ايه اللبؤة بقى؟ هنا طبعا مش لبؤة عادية في الجسم اللي احنا نعرفه، واضح ان هي لبؤة ضخمة جدا في حجم كده مثلا ايه عربية تريلا او حاجة مثلا يعني، ده تخيل الشخص يعني. ان في الوصف بتاعها بيقولوا كده، بيقول لك راحت تهرول وتفتك بالمصريين وتأكلهم وتمزق أجسادهم وتشرب من دمائهم بالآلاف. فبالآلاف وفي وحشية منقطعة النظير كانت سخمت تفتك بالمصريين. يعني بقى حسب بقى الوصف والكلام يقول لك يعني ايه، تذهب يمينا كده مثلا، يمينا كده يعني تأكل آلاف، ويسارا تأكل آلاف، وبإيديها تطير الآلاف وتدوس على الآلاف وتشرب من دمائهم في وحشية وحالة غضب وهياج رهيبة جدا. ويعني لدرجة أن كان من المستحيل أن أي شيء يحول بين سخمت والمصريين أو البشر ساعتها يعني. مش هتهربوا منه. قاعدة في الصحراء تفتك بيهم وتأكل بيهم، وفوقيهم الشمس الحارقة، بيهربوا من الشمس الحارقة، يلاقوا سخمت في كل مكان تأكلهم وتمزق أجسادهم وتشرب من دمائهم. في نفس الوقت تعالت أصوات المصريين بشكل رهيب جدا يعني، وبدأوا يقربوا من القصر يعني، يجروا إلى داخل مصر يعني بعيد عن الصحراء، وطالبين الرحمة من رع. وبعضهم بيقولوا احنا ملناش علاقة بالمؤامرة ديت، وأي ذنب اقترفناه يعني لكي نعاقب، احنا ملناش علاقة. وعمالين يصلوا إلى رع ويصلوا إلى الآلهة لكي تحميهم من غضب سخمت، ولا يعني ايه لا حياة لمن تنادي زي ما بيقول يعني. لكن مع كتر الصلوات وكتر الدعاء رق قلب رع، وحس ان خلاص كفايه يعني. في يوم واحد قتل مئات الالاف او الملايين بسبب اللي عملوه يعني من محاوله الانقلاب، ونزلت سخمت دمرت فيهم يعني. فطالب ابنته وعينه اللي هي بتسمى عين رع سخمت ان هي ترجع للقصر، ورجعت فعلا مره تانية للقصر، وأمرها إن هي تتوقف عن قتل البشر.
وخلاص أخدوا عقابهم بما فيه الكفاية. هي بترد عليه بتقول له حسب ترجمة بعض النصوص. طبعا هنا الترجمة يعني إيه مش لازم تكون ملزمة لأن كل واحد بيترجم بطريقته يعني، لكن النص بيقول إن هي وقفت والدم يقطر من أنيابها والنار تخرج من عينها، وقالت لقد قهرت البشر وقلبي معذب، أريد أن أقضي عليهم تماما. هؤلاء الغير خاضعين للآلهة والمتمردين ضد خالقهم. وقف راعي بقى أمام بنته وهو مذهول. هو عارف إن هو مش قادر يسيطر عليها وإن سخمت خرجت عن حالتها الطبيعية. وهو قال لها خلاص أنا اللي خلقتهم وأنا أبوكي وبأمرك بالتوقف. وفي حالة من العناد والغضب الشديد خرجت سخمت من عند أبوها وقتلت أضعاف الناس اللي قتلتها. في حالة يعني إيه وكأنه كده اللي هما بيوصفوها إن هي كانت مستمتعة بالقتل جدا، وجدت فيه لذة وأن شهوة الدماء تملكتها. حاجة كده غريبة يعني، لكن في علم النفس بتبقى أحيانا موجودة حكايات شبه كده بنسمع عنها يعني. لما الواحد بيبتدي السكة خلاص ما بيعرفش يبطل. بس في حاجة كريم استوقفتني هنا وانت بتحكي، ان القصة مش بنت البيئة. يعني انت بتتكلم على، يعني لو انت بتتكلم على بيئة مطيرة فكان في قصة زي قصة النبي نوح مثلا. فانت هنا بتتكلم عن بيئة مصرية. مش معنى طلعوا أسد، ليه ما طلعوش تعبان مثلا هو اللي قضى عليهم؟ ليه ما طلعوش عقرب من عقرب الصحراء؟ الأسد احنا ما عندناش أسود في مصر. واضح ان كان في أسود في مصر. لان زي ما انت قلت يعني القصص دي تبقى بنت طبيعتها. فلما مثلا هم سخمت اول ما قلنا اسمها انت اللي قلت لي ان هي كانت رمز اللبوه. فالمصريين عرفوا منين اللبوه عشان يرمزوها بسخمت. فواضح ان هو كان موجود. والاسد الافريقي موجود. والاسد السيناوي كمان موجود يعني من منطقه سيناء. لكن هي الملاحظه عندك هنا اعتقد ليها وجهتها في حته بقى، هي الصحراء. الصحراء دائما مصر اصلا عباره عن صحراء وفيها شريان النيل، يعني ايه شريان زراعي يمين وشمال. بيضخ زراعه يمين وشمال، وبقيه البلد صحراء. لكن في كل الميثولوجيا بتاعنا وفي كل افكارنا حتى ديموغرافيتنا احنا عايشين كلنا حوالين النيل. الصحراء رغم ان احنا بنشوفها يعني رؤى العين كل يوم، لكن علاقتنا بيها ضعيفه جدا. المصريين مش بدو. لكن هنا في القصه هنلاقي ان الصحراء كانت مشاركه بشكل اساسي في القصة، وده حاجة غريبة جدا. يمكن لأن الصحراء عند المصريين القدماء كانت بترمز إلى التوحش مثلا، ممكن جدا. وإن هي بيئة مناسبة لسخمت، لأن هي سخمت مش هتعيش على ضفاف النيل اللبوة يعني. يعني ده لو ردا على، ممكن لو في الناس عندها أي حاجات تانية تعليقات تانية تكتب لنا في التعليقات مثلا. لكن اللي احنا نعرفه ان هي ارتسمت في شكل اللبوة، وبعد الحديث معها ده زي ما قلنا طارت الى السماء ونزلت على المصريين تقتل فيهم بشكل مرعب. تعود مرة اخرى للتقتيل في الناس بشكل مرعب. وهنا حاجة غريبة ان ازاي يعني ده بقى كانت من ضمن الميثولوجيا عند المصريين القدماء او يعني الدين بالنسبة لهم، ان خلي بالك حتحور الطيبة ربة الخصوبة والموسيقى والحب، انت لو اغضبتها هتتحول الى وحش قاتل. فانت الاله مش طول الوقت هو طيب، هو ليه وجه شرير، لكن نخلي بالك. بيقول ان في الفترة دي اثناء سخمت وهي بتقتل في الناس، راعي نفسه اصيب بالرعب من ابنته، وحس ان ابنته خرجت عن السيطرة وان هو مش عارف يسيطر عليها. وهيعمل ايه؟ رجعت في اخر الليل سخمت تعبانه ومنهكه من قتل المصريين في شكل اللبوه ضخمه جدا، وراحت ارتمت في القصر الملكي ونامت على الفور. وهنا واضح بقى بقدرات الهيه يعني، بيرسل جنوده الى الجنوب في اسوان يجيبوا الطمي الاحمر، الطين الاحمر. والناس يعني اللي متابعه ما قبل النيل ما قبل السد يعني قبل السد العالي. السد العالي كان الطمي الاحمر ده منتشر في مصر وكان بيجي من الجنوب، هو السورس بتاعه. جاب يعني اطنان من الطمي الاحمر او الطين الاحمر وبعت الى هليوبوليس هنا في القاهره مصر الجديده، عين شمس والمطريه. يعملوا براميل كتير جدا من البيره.
المصريين كانوا بيحبوا البيره قوي، ستيلا سقارة. سقارة فعلا. قال لهم اعملوا لي بقى ايه صناديق كده سقارة كتير جدا جدا جدا، وامر الجنود بتوعهم ان هم يعملوا خليط ما بين الطين الاحمر والبيره، وعملوا بركه هائله حوالين سخمة وهي نايمه بشكل اللبوقه، بركه هائله، فبقت شبه يعني شكل كده ايه طمي احمر وفيه سائل كتير جدا، والسائل ده بيره. فسخمت تاني يوم لما صحت، ده بقى الخطه بقى اللي عملها مستر رع يعني كبير الالهه. لما بنته صحت وجدت البركه ديت، وتهيأ لها ان البركه دي دماء المصريين. ذكي جدا. اله دايما ما قعدت اقتل فيهم كتير كده، فده يعني ايه طين يعني اجساد المصريين ودمائهم وكده. ففرحت لان هي في حاله من التعطش للدماء والشراهه الرهيبه جدا، فبدات تشرب بشراهه، شكرا على المفرد، بدات تشرب في شراهه وعجبت بطعم البيره جدا، وتشرب اكتر وتشرب اكتر وتشرب وتشرب لغايه ما سكرت تماما ومش قادره تمشي، واخدت خطوتين وقامت عملت كده ووقعت. راحت عامله كده ووقعت. صحيت بقى فقت صحيت بس قبل ما تصحى وهي في مرحله الخضر والسكر راح لها رع وقال لها انا ابوكي، انا رع، امرك الان بالصعود الى السماء. تمام. والا تعودي الى مصر مره اخرى. ومن الان سيقدم لك المصريين القرابين في شكل خمر في معابد باسمك، وسنطلق عليك منذ اللحظه سيده السكر. واصبح ده فعلا اللقب الملازم للربة سخمة على طول العقود المصريه، هي ربة السكر. وفي معابدها المصريين بيقدموا لها البيره كقرابين عشان يتقوا شرها. وبالشكل ده توقف خلاص القتل للبشر والتنكيل بيهم، ورع خلاص يعني المصريين والبشر تعلموا الادب. اللي فضلوا منهم تعلموا، هنا بقى اللي فضلوا الاخيار. زي في كل القصص الدينيه اللي بينجوا من الهلاك العظيم هم الاخيار. عشان كده احنا في البدايه كنت بقول هل هي اسطوره هلاك البشر ولا انقاذ البشر. لكن في القصه دي تعلم المصريين حاجه مهمه جدا في دينهم القديم، يعني ان هم لا يغضبوا الالهه، وان الالهه صحيح طيبه وخيره لكن اغضابها ليه عواقب وخيمه. وتعلم الالهه كمان ان الافراط في العنف واستعمال قوتنا الالهيه ضد البشر لا يجوز، وان هو هيعود علينا احنا بالضرر، لان ما اعرفش بقى ينفع الكلمه دي، ان ضميرنا الالهي هيتعبنا. ان راعي كان بيقول ان انا ندمت ان انا عملت كده، وان الم موت الناس قدامي كان اشد الما من المؤامره. فالاتنين اتعلموا الدرس بالشكل ده. وساعتها قرر رع ان هو يترك عالم البشر ويترك مصر تماما. والاله نو اللي احنا قلنا عنه لما عرف بالقرار رع جه ومعاه الالهه نوت، وهي ربة السماء. نو هو رب الماء وهي ربة السماء. وتشكلت نوت في شكل بقرة سماوية، بقرة مقدسة. عشان كده كنا بنقول كتاب البقرة السماوية اللي فيه القصة دي. والمفروض ان هي حملت رع بين قرنيها يعني، وبتصعد الى السماء. وهي بتصعد الى السماء، هنا بقى المصريين في الفترة ديت حتى في يعني الاكاديميين بيسموها فترة الملوك الالهة وبتاع، كان المصريين بيتعاملوا مع الالهة يوميا. بعد كده الالهة بيتم حجبهم. لكن في الفترة ديت المصريين حسب القصة شافوا نوت ونو وهم شايلين رع وبيصعدوا إلى السماء، والمصريين وقفوا يصرخوا ويبكوا وتضرعوا إلى رع أن لا يتركهم ولا يتخلى عنهم، وأن لا يترك وظيفته كراعي وكحامي لمصر والمصريين، وأن هو يغفر لهم. فهو بيقول لهم كلمة كده بمعناها أن ذنوبكم الآن أصبحت وراء ظهوركم، وأن خلاص ملكوش أي ذنوب، وأن أنا هصعد إلى السماء لكن لن أتخلى عن دوري كراعي وكحامي ليكم، وإن هديتي الأخيرة قبل ما أترك عالم البشر خدوا الهدية دي، هدية حلوة أوي. اداهم إيه بقى؟ سخفت رخم قوي. اداهم هدية جميلة. المفروض هدية اللي خلت حسب الاعتقاد يعني إن مصر القديمة تعدي الفلنكات. إيه بقى؟ الكتاب بقى. أوكي.
خدوا الكتابة. هعلمهم الكتابة. وعلمهم الكتابة. وصعد إلى السماء. وصعد إلى السماء. وهنا بقى خلاص المصريين استقروا، وإن بيحكم بعده بقى البشر خلاص، في قصة اللي هي إيزيس وأوزوريس اللي طبعا اللي عايز يشوفها موجودة عندنا يعني. لكن بيصعد إلى السماء يعمل إيه بقى؟ المفروض رع هو ملك مصر وملك الأرض، ملك البشر، لأن البشر هم المصريين والأرض هي مصر بس كده. فهو اللي قاعد بيعمل نظام الكون، وهو قاعد كوجوده في جسد إنساني على عرش مصر، هو اللي بينظم عملية الكون. فلما يصعد مين اللي هينظم الكون؟ مين اللي هينظم الكون؟ فرعون او سوري يعني مش الفرعون بس الملك الحاكم. الملك الحاكم هو اللي هينظم امور مصر الاداريه والحكوميه يعني زي ما بنقول برعايه الاله. برعايه الاله. لكن نظام الكون مين اللي هيمشيه؟ فهنا الالهه قررت ان هي مات بقى ربة النظام والعداله والقانون في مصر القديمه يعني. اي حد درس قانون عارف مات ده بندرسها بشكل كبير جدا. ماعت بتقرر ان رع هو اله الشمس. مش بتقرر يعني بتقرر ده نقطه. رع هو اله الشمس. فالشمس موجوده لان هو موجود. فلما يصعد ايه اللي هيحصل؟ فماعت قررت ان كل يوم الشمس تشرق من الشروق من المشرق وتذهب الى المغرب وتختفي. فقالت ان احنا هنجيب الشمس بعد ما تختفي وهنركبها في المراكب الشمسيه اللي هي موجوده دلوقتي في المتحف بجانب الاهرامات. وخلال الليل الشمس هتبقى داخل المركب الشمسي، كبريت وقع عادي جدا هتطوف النهر السماوي لغايه ما تصل الى الضفه الاخرى من تحت الارض كده. من تحت الارض ايوه. وتقوم جايه كده تشرق بقى تاني. تنزل من على المركب او تنزل على المركب والمركب تستلمها في الغروب. لكن في الرحله ده في النهر السماوي اللي تحت بقى ديت رحلة الشمس كل يوم لتصعد مرة أخرى على البشر. جميل. بتواجه فيها الأهوال. بتواجه فيها الأهوال. وهنا رع بصفته إله الشمس وحامي الشمس، وأن الشمس تجلي من تجلياته، هو اللي بيقود مركب الشمس ليليا بقى مش يوميا. كل يوم في الليل بعد الغروب بياخد الشمس في مركب الشمس ويفضل يحارب قوى الشر المتمثلة بشكل حصري في إله كده كان عند المصريين اسمه أبو فيس. وأحيانا بيسموه عبب أو حبب حسب النطق يعني. ده عبارة عن تعبان ضخم جدا يعني بيرمز بكل الشر اللي موجود في العالم. التعبان ده وظيفته إن هو يمنع الشمس من الظهور لكي يعيش البشر في ظلام دائم في ليل ليس له نهاية. ووظيفة رع إن هو يحارب هذا الكائن المتوحش لكي ينقذ الشمس ويهدي الشمس يوميا مرة أخرى إلى المصريين اللي هم الناس. وديت وظيفة رع اليومية إلى الأبد. فكل نهار يشوفوا المصريين القدماء بيشكروا رع إن هو انتصر في حروبه ضد أبو فيس. وكل ليل المصريين القدماء قبل ما يناموا بيدعوا رع بالانتصار ويقدموا له الذبائح كي يعني يزداد قوة وينتصر على أبو فيس. يعني بالشكل ده بتنتهي الأسطورة بقى. خلاص يا راجل احنا كده خلاص خلصنا. والله مستنيها تخلص من بدري. شفت انت ما بيحبش المصريين القدماء. بحبهم. لا بحبهم. لا بس انا قاعد بتعلم او مش بتعلم، قاعد بفكر في القصه المستفاده، الفاليو وراء هذه القصه. لان اكيد مفيش قصه معموله علشان تبقى قصه من غير هدف يعني. فهي نفس الفاليو اللي موجوده في بقيه الاديان، سواء اديان سماويه او اديان غير سماويه طبعا يعني الفاليو هو اعتقد واضح يعني عدم مقاومه الاله. عدم مقاومه الاله، ان اي فعل شرير انت بتعمله تتحدى به الاله انت بتجلب الخراب للعالم كله مش ليك لوحدك. وان الاله دائما هو اله عادل. طبعا في عند المصريين القدماء ان هم بالنسبه لهم، لما طبعا احنا عندنا حاليا الاله منزه عن الحاجات دي يعني، لكن بالنسبه لهم ان انتوا اغضبنا الاله لدرجه ان هو خرج عن شعوره. ده طبعا مش موجود عندنا فكره زي دي يعني. لكن هم بالنسبه لهم ان حتى الالهه نفسها اتعلمت ان ما تخرجش عن شعورها.
طبعا دي خلينا نقول ان المصري القديم العادي كانت بالنسبه له دي قصص، هو عمره ما شاف سخمت بتتحول الى نبوءه، ولا عمره شاف راعي وهو دي قصص بالنسبه له، وبيحكوا له ان ده حصل زمان، لكن هو ما شافش الكلام ده. فهو بالنسبه له برضو ان الاله لا يغضب، والاله لا يفعل ولا يفعل ولا يفعل، شبه عندنا شويه يعني برضو. اوكي، قصه جميله، و يعني دي بقى نقراها او نسمعها مع ايزيس واوزوريس، مع ايزيس نكون وزوريس. فكره نونو كده عن اللي كان الاعتقاد في مصر نقدر نقول القديمه يعني ربما من القلائل جدا اللي قدمنا المحتوى ده بشكل مرئي يعني. مفيش ناس كتير اتكلمت عن اسطوره هلاك البشر. انا استمتعت، وقصه جديده فعلا بالنسبه لي، انا كنت اول مره اسمعها يعني. ومتنسوش شير ولايك وسبسكرايب لو الحلقه عجبتكم، ولو عندكم اي كومنتات على الحلقه او اي حد عايز يقول رايه متنسوش تكتبوا تحت في الكومنتات، ونشوفكم الحلقه الجايه. مع السلامه.